بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل سنة وانتم طيبين. معاكم سالي محمد من قناة أهلي جنتي. النهاردة عزومة خفيفة كده أو سريعة زي ما بيقولوا. هنعمل رقاق وصينية فراخ بالبطاطس في الفرن، ورز بشعرية والبطة بتاعتنا. يعني ما فيش اسهل ولا اسرع من كده. اول حاجة هنجهزها طبيعي الفراخ كده، نكون مظبطينها، نحطها في صينية كلها مع بعضها، صلصة الطماطم على البصل على الثوم على الفلفل والفراخ، كل والبهارات، وندخلها في الفرن ونسيبها بقى مع نفسها على بال ما نخلص بقية اللي ورانا. ونجيب شوية لبن، شوية مرقة او شوربة، ونقوم حاطين عليها فلفل اسمر، وشويه ملح خفاف، بيسموها اللي هو نبس الرقاق بتاعنا شويه فيها، نحطها كده في حاجه واسعه نبل الرقاق بتاعنا شويه فيها. وبنكون مجهزين اللحمه المعصجه بتاعتنا، بنكون مجهزينها عشان تهدى شويه، كده ونرصها. اللي نبلها بالخلطة بتاعتنا، نقوم رصينها في الصينية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خلصنا كده حوالي 4-5 طبقات على حسب يعني السمكة اللي انتي عاوزاها، وحطينا العصاج بتاعنا، اللحمة المعصجة، وقمنا حاطين عليها شوية زبدة بقى، شوية سمنة براحتك. هنا بقى ونقوم حاطين عليها بقية الطبقات. هنا بقى التركاية، شوية اللبن على شوية المرقة اللي باقيين، هنزودهم شوية لبن وشوية وبيضة وشوية فلفل أسمر، ولو سنة ملح صغيرة لحد ما تظبطي ملحها، ونقلبها كده كويس مع بعض، ونقلبها يكون البيضة خلصت خالص، عشان طبيعي حرام ان احنا نرمي اللبن ده. وتقومي مفضياها فوق الرقاق بتاعنا. شوفوا، نقول بسم الله كده ونفضيها فوق الرقاق، ونغطيها شوية حوالي 5 دقايق او 10 دقايق، حوالي 5 دقايق كفاية، وندخلها في الفرن. تكون البطة بتاعتنا خلصت واحمرت، وكمان الرقاق خلص. شوفوا ما شاء الله، وطري جدا وفيه طعامة ما شاء الله. وانتي طبيعي بتكوني بقى مظبطة ملح ومظبطة دنيته، بألف هنا وشفا. ولو وصلتي معايا لحد هنا وعجبك الفيديو، ياريت ما تنسيش اشتراك لو اول مرة تشوفيني، واعجاب، وبألف هنا وشفا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.